اخوك يدعمك واحيانا فقط يوجعك، وان حنيت ما يسمعك، يسمع بس قالت وقال، لكن يا اخي سمع سوا جرح الاخ ما له دواء، والذب الجرح لا عوى، غبني له على كل حال، ما نهانا المخوة يهون مقداره وحمى الدقون، اما الجيد دايم يكون الاخوان جميعا مثال. قال ابن العكم بو انس في شعره فيما هجس، باصون المخوة وبس ما فرد بها لجل مال. واسمع ما يقول العكام، من باع المخوة حرام، ما يسوى بعيني جرام، او له قدر عند الرجال. من فرط في الاخهان نفسه والله المستعان، كيف الاخ في ذا الزمان بيحمل اخوه الثقال. والله انما انا الوحيد ذي صدره بيوقد وقيد، ونقد حن مثل الكنيد واعظم من حنين الجمال. جاك الحرف يا اخي فؤاد، وانت السيف وانت الزناد، واعظم فخر لي في البلاد، فوق الراس لي انتشال. قصيدة شعرية بعنوان من هان المخوة يهون مقداره، كلمات أبو أنس محمد منصور العكام من أبناء محافظة ريمة مديرية السلفية، والقصيدة تعبر بما فيها. يلحنها محمد العباسي ويعزفها بالعود الفنان أحمد مروان، وبالإيقاع خالد فارع. نبدأ باسم رب السماء حامي من إليه احتمى، ما له ند أو حد كما رب العالمين ذو الجلال. نبدأ باسم رب السماء حامي من إليه احتمى، ما له ند أو حد كما رب العالمين ذو الجلال. أبدع فيه هذا القصيد سبحان القوي المجيد، وأكرر حروفي وعيد حتى تفهمون المقال. بعد الحمد بعد الصلاة حال الأخ من حال أخاه، لا يمكن يفرح عدام لو فيهم غروز النصال. قال ابن العكم بو أنس في شعره وفي ما هجس، باصون المخوة وبس ما فرط بها لأجل مال. واسمع ما يقول العكم، من باع المخوة حرام، ما يسوى بعين جرام، أو له قدر عند الرجال. ما نفرط في الأخهان نفسه والله المستعان، كيف الأخ في ذا الزمان بيحمل أخوه الثقال. جاك